أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من كورس بنتست أند باونتي للبيجنرز. في الفيديوهات اللي فاتت بنينا هيكل الصفحة بال HTML ولوناها وظبطنا شكلها بال CSS. بس بصراحة كده الصفحة بتاعتنا لسه غبية، عبارة عن بوستر متعلق على الحيطة، مفيش أي تفاعل ولا تفكير. علشان كده في فيديو النهاردة هنقلع طاقية الهاكرز خالص ونلبس طاقية الديفلوبرز. النهاردة هنتكلم عن العقل اللي بيشغل أي موقع في الدنيا. وات از جافا سكريبت. الفيديو ده نظري بحت، هتكون عبارة عن دردشة كده عشان نفهم بيها الدنيا بس. فاعمل كوباية شاي حلوة وركز معايا. بص يا سيدي، لو عايزين نبسط فكرة تطوير الويب ديفلوبمنت في مثال سريع، تخيل انك بتبني انسان آلي روبوت. ال HTML هو الهيكل الحديد والمسامير الاساسي يعني. ال CSS هو لون الدهان واللبس الخارجي الشكل. اما الجافا سكريبت او الجي اس اختصارا يعني، فهي الموتور والاسلاك والعقل الالكتروني اللي بيخلي الروبوت ده يتحرك، يتكلم، يرد عليك لما تندهله. الجافا سكريبت هي لغة برمجة اتعملت مخصوص علشان تخلي صفحة الويب حية وفيها تفاعل انتراكتيف يعني. من غيرها الانترنت كان هيفضل مجرد جرايد ومجلات بنقرأها وبس. كطالب فرونت اند لازم تفهم مصطلح مهم جدا، وهو ان الجي اس في الاساس بتشتغل كلاينت سايد. يعني ايه؟ في عالم الويب احنا عندنا ناحيتين، سيرفر والكلاينت. السيرفر اللي عليه الموقع، والكلاينت ده المتصفح بتاعك زي كروم او فايرفوكس. الجافا سكريبت بتسافر من السيرفر وتنزل تقعد جوه المتصفح بتاعك وتشتغل هناك. المتصفح جواه محرك ذكي جدا زي مثلا V8 بتاع كروم، شغلته انه يقرأ الكود بتاع جافا سكريبت وينفذها في لحظتها على الجهاز بتاع اليوزر. ده معناه اننا كديفلوبرز بنقدر نعمل عمليات وحسابات وحركات سريعة جدا من غير ما نحتاج نكلم السيرفر في كل حتة صغيرة. طيب كديفلوبر انا بستخدم الجي اس في ايه؟ الجافا سكريبت بتديك قوة خارقة في متصفح اليوزر، اهمها التحكم في الدوم. يعني ببساطة تقدر تغير أي حاجة في ال HTML أو ال CSS وقتي on the fly. اليوزر داس على زرار، الجي اس تقدر تخفي عنصر أو تظهر قائمة أو تخفي لون أو تغير لون من غير ما الصفحة تحمل من تاني. الايفنتس الجافا سكريبت تفضل قاعدة تراقب اليوزر، عمل سكرول، حرك الماوس، كتب حاجة على الكيبورد. اول ما الحدث ده يحصل الجي اس بتنفذ كود معين احنا كاتبينه، الاي بي اي كولز. ودي من اهم الحاجات. الجي اس تقدر تروح تجيب داتا جديده من السيرفر زي رسائل جديده في الشات او بوستات جديده مثلا، وتعرضها قدامك على الشاشه بهدوء من غير ما تحس باي ريفرش للصفحه. ليه الفرونت اند ديفلوبرز بيعشقوا الجافا سكريبت؟ لان هي يعني السر وراء اليوزر اكسبيرينس، اليو اكس الناعمه والسريعه. احنا كديفلوبرز هدفنا ان اليوزر يحس انه بيستخدم برنامج حقيقي على جهازه، مش مجرد موقع بطيء كل ما يدوس على لينك الشاشه تبيض وتحمل من اول وجديد يعني. بسبب الجي اس ظهرت تقنيات ومكتبات عظيمه جدا زي رياكت وانجلر وغيرها، اللي خلتنا نقدر نبني تطبيقات معقده جدا جوه البراوزر زي موقع فيسبوك او يوتيوب او نتفليكس. كل اللوجيك المعقد والسرعه اللي بتشوفها دي بطلها الاول والاخير هو الجافا سكريبت. النهارده احنا اتكلمنا بلغه الفرونت اند ديفلوبرز وفهمنا ان الجافا سكريبت هي اللي بتدي للموقع العقل والتفاعل. كباج هانتر فهمك لللوجيك ده هو اللي هيخليك بعدين تعرف تجيب ثغرات، لانك مش هتعرف تخدع عقل الموقع او تنفذ اي حاجه خبيثه غير لما تكون فاهم العقل ده شغال ازاي اصلا. بما اننا شربنا النظري وفهمنا الفكره، جه الوقت اننا نخش بايدينا ونكتب الكود الحقيقي. الفيديو اللي جاي هنفتح الفي اس كود بتاعنا علشان نبدا نكتب اول سكريبت حقيقي. ميعادنا الفيديو اللي جاي مع جافا سكريبت براكتس. جهز نفسك، اشوفك هناك.